بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وفعل الجرس وادعي لاخواتنا وصلي على النبي في الكومنتات، وتعالوا مع بعض نتكلم على مباراه السوبر النادي بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. الف مبروك للنادي الاهلي على تحقيق بطوله السوبر المصري للمره ال 16 في تاريخه، وهارد لك لنادي الزمالك. بس زي ما قلنا فعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويوصل لك اشعار بكل فيديو ننزله على القناه. تعالوا بقى في البدايه كده نتكلم على جمهور الزمالك اللي عمله امبارح لاحمد السيد زيزو. جمهور الزمالك من بدايه تسخين اللعيبه قبل الماتش بحوالي نص ساعه لحد نهايه المباراه جمهور الزمالك مركز مع احمد السيد زيزو، وهتافات ملهاش اي لازمه وهتافات اساءه لاحمد السيد زيزو واهل احمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو حلاوه احمد السيد زيزو امبارح كان مركز في الملعب ومركز في المباراه وماليش دعوه باللي بيحصل من الجمهور نادي الزمالك نهائيا. وكان امبارح من افضل اللعيبه في مباراه الاهلي امبارح، وخد افضل لاعب في المباراه. ده يثبت لك ان احمد السيد زيزو لاعب عنده شخصيه كويسه، لاعب بيقدر يسيطر على نفسه، لاعب بيقدر ان هو يتحكم في نفسيته، بيقدر يتحكم في المباراه، ملوش دعوه باللي بيحصل من الجمهور. ده حاجه كويسه في احمد السيد زيزو. جمهور الزمالك انت استفدت ايه امبارح؟ قعدت تشتم في احمد السيد زيزو من بدايه المباراه لحد نهايه المباراه. انت طول المباراه كل تركيزك على لاعب اسمه احمد السيد زيزو، ما بتهتفش لفريقك. اذا كنت دقيقه دقيقتين بتهتف لفريقك وكل تركيزك كل الكوره مطروح عند احمد السيد زيزو، تقعد يعني تشتم في احمد السيد زيزو وتقول كلام مش كويس على احمد السيد زيزو. ركز مع فريقك، ركز مع فرقتك، ركز في الاداره اللي انت اصلا جايبه لك لعيبه انت ما استفدتش منها امبارح. واحد زي شيكو بنزا، واحد زي خوان الفينا اللي اصلا نزل امبارح ما عملش اي حاجه، زي سيف جعفر، زي الصفقات اللي جت. الصفقات اللي جت ما فادتش نادي الزمالك في اي حاجه لحد دلوقتي. كل الناس هتطلع تقول لك خوان الفينا ده افضل لاعب. لاعب على لاعب ما عنديش مشكله ولاعب كويس جدا. ايه اللي اضافه خوان الفينا لحد النهارده لنادي الزمالك؟ ايه البطوله اللي جابها خوان الفينا لنادي الزمالك لحد دلوقتي؟ ما جابش اي حاجه. ايه الاسيستات اللي عملها؟ لاعب حوالي اكثر من 15 مباراه، كل اللي عملهم 3 مساهمات، ما عملش اي افاده لنادي الزمالك لحد دلوقتي. لاعب ما بقولش ان هو لاعب وحش، لاعب كويس جدا. بس انا بالنسبه لي احمد السيد زيزو جه النادي الاهلي من نادي الزمالك، فايد النادي الاهلي لحد دلوقتي عامل 9 مساهمات. دي حاجه كويسه من لاعب. كل اللي انا محتاجه من اللاعب ان هو يعمل له مساهمات في الملعب، وان هو يقدر يهدف، ان هو يعمل لي اسيست، يقدر يجيب اللاعب زميله منه هدف. ده اللي انا مستفاده. انت استفدت ايه في الصفقات؟ انت جاي تهاجم اللاعب احمد السيد زيزو في المباراه وانت ما يعني لحد طول المباراه امبارح وانت ما بتهاجمش احمد السيد زيزو. ايه اللي انت استفدته كجمهور من اللي انت بتعمله في المباراه لاحمد السيد زيزو؟ احمد السيد زيزو رد على كل الناس في الملعب وعلى الجمهور في الملعب، كان مركز في الملعب، عمل اسيست امبارح، جاب منه هدف اشرف بن شرقي، حاجه في منتهى الجمال من احمد السيد زيزو. نتكلم بقى على الاهلي واداء النادي الاهلي. الاهلي امبارح عمل مباراه كويسه جدا، بمعنى هدف الاول اسيست احمد السيد زيزو وتخليصه بن شرقي. بن شرقي امبارح احمد السيد زيزو لعب له الكوره بالملي، بن شرقي استلم وهدف وجاب جول. الناس تقول لك لا اصل الكوره لمست يد، اصل الفار، اصل التحكيم، كل دي شماعات احنا مالناش علاقه بيها. ده حاكم، يعني حكم بره، او يعني حكم مش الدوري المصري، حكم اجنبي. عشان ما تطلعش الناس وتقول لك ان الاهلي بيتجامل بالحكام، ده حكم اجنبي، رابطه الانديه هي اللي جابت الحكم، احنا ملناش علاقه بالحكم ده. عشان الناس اللي بتقول لك لا ده لمسه يد وان الكره المفروض فيها لمسه يد والكلام ده كله. هدف تخليص امبارح من اسيست احمد سيد زيزو وبن شرقي. الهدف الثاني طبعا تخليص من طاير، محمد طاير. بصراحه اداء امبارح نزل. انا في الماتشات اللي فاتت كنت بنتقد طاير، محمد طاير، عشان خاطر ايه اللي بيعمله. طب طاهر امبارح عمل ايه؟ طاهر امبارح نزل المباراه كان بيتحرك في كل ناحيه في الملعب، وعمل اسيست لمروان عطيه، جاب فيه الهدف الثاني والاهلي فاز 2-0 وخد السوبر. حاجه كويسه لما انت تبقى شايف نفسك ان انت ما بتاديش كل حاجه وتنزل في مباراه زي دي وتعمل كل حاجه وتأدي وتعمل ماتش كويس. دي حاجه كويسه وهنشيد بيها لطاهر. لاعب بتلعب كويس هنشيد بيك في المباراه. احنا بنقول على كل مباراه بالمباراه نفسها، ما بنقولش على الموسم كتوتال او الموسم كله ان اللاعب ده مش كويس، لا.
طاهر في اوقات كان تلاقي مستواه نازل تحت خالص، ما بتستفادش منه ولا بيضيف اي حاجه في الملعب في مباريات. طب في مباريات تانية بتستفاد منه وتقدر ان انت تاخد منه احسن كواليتي في الملعب. عمل امبارح الاسيست لمروان عطيه، كان اداء كويس جدا من طاهر امبارح، وتخليصه مروان عطيه تسديده قويه جدا في المرمى، بصراحه حاجه كويسه. طيب اليو ديانج امبارح كان ممتاز جدا، عمل اداء كويس هو ومروان عطيه في نص الملعب في مركز 6 ومركز 8، كان ممتازين جدا. كان بيقدروا يستخلصوا الكوره من لعيبه الزمالك، كان بيعملوا هجمات مرتده على لعيبه الزمالك. كل اللي استفاد منه امبارح ياسر رد، على الرغم ان هو عنده مشكله كبيره جدا في خط الدفاع، وكلنا عارفين ان خط الدفاع النادي الاهلي فيه مشكله كبيره جدا، بس بدا يحسن من خط الدفاع من ياسين مرعي وياسر ابراهيم. بداوا الاثنين يعملوا تفاهم مع بعض، وكانوا عاملين اداء كويس جدا في المباراه امبارح. كان في غلطات بسيطه جدا برضه يبداوا يشتغلوا عليها الفتره اللي جايه، ويبدا ياسر رد يشتغل مع اللعيبه في الفتره اللي جايه. امبارح كل اللي عمله ياسر رد انه يلعب كره هجوميه ويضغط على نادي الزمالك، وده اللي احنا كنا مفتقدينه الفتره اللي فاتت، ان انت تقدر تضغط على الخصم وتقدر ان انت تهدف في الشوط الاول، تنزل الشوط الثاني مستريح. على الاقل في الشوط الاول تطلع بهدف او هدفين، تنزل الشوط الثاني تبدا ان انت مستريح، تبقى ان انت اللي مستحوذ على المباراه كلها. وده اللي عمله ياسر رد امبارح في مباراه النادي الاهلي امام الزمالك، وحقق اول بطوله ليه اللي هي بطوله السوبر المصري. بدايه كويسه لياسر رد يبدا يبني عليها اللعيبه، وفتره التوقف الدولي الفتره اللي جايه دي هتبدا ان ياسر رد يبدا ان هو يحضر اللعيبه. عندك فتره كبيره جدا تقدر ان انت تكتشف اللعيبه، يقدر برضه عوده الاصابات. طبعا امبارح تريزيجيه كان عامل ماتش كويس، بس للاسف اتصاب في العضله الضمه. فتريزيجيه طبعا كان في قائمه المنتخب اللي اختارها الكابتن حسام حسن، وتريزيجيه كده بره قائمه حسام حسن بسبب الاصابه، والنادي الاهلي هيبعت تقرير للمنتخب بحاله محمود حسن تريزيجيه. امبارح طبعا بالبشار كان اداء كويس، احمد السيد زيزو من رجل المباراه عمل اداء كويس. مروان عطيه خد افضل لاعب في البطوله، يستاهلها بصراحه يقدر يشيل نص الملعب لوحده، مش محتاج حد معاه. التبديلات برضه اضافت كتير جدا. محمد علي بن رمضان كان بيستخلص الكوره، كان في يعني حلاوه النادي الاهلي امبارح، كان في الخطوط قريبه جدا بين ديانج وبين محمد علي بن رمضان ومحمد هاني وبين وسط الملعب وخط الدفاع، كان في تفاهم بين الدفاع وبين الهجوم، كان حاجه كويسه. وربط بين خط وسط الملعب والدفاع وسط الملعب والهجوم، كان الاثنين بيقدروا يتماثلوا مع بعض، والاثنين يقدروا يربطوا مع بعض، وده اللي ادى افضليه للنادي الاهلي امبارح. طيب المشكله عندنا زي ما قلنا احنا محتاجين مهاجم سريع. طبعا جردشار امبارح اتصاب، يعني اصابه جردشار في كل مباراه دي حاجه مش مطمنه، يعني ما تطمنش ان ايه ان ده المهاجم اللي انت تقدر تعتمد عليه الفتره اللي جايه. فالنادي الاهلي طبعا زي ما قلنا قبل كده ان هو بيتحرك ان هو يجيب مهاجم صريح، وباذن الله في مهاجم صريح جاي في يناير. هل هو مين؟ ابراهيم دياباتي او اسد المحلاوي او ياسر الزبير، الله اعلم مين المهاجم اللي جاي، بس النادي الاهلي خلص فيه مهاجم هيعلن عليه في يناير اللي جاي. نيجي بقى لحاجه انا لاحظتها امبارح وناس كتيره بتتكلم عليها، اللي هو احمد السيد زيزو عمل نص التتويج ما سلمش على هشام نصر. طب ازاي انا اسلم على هشام نصر وهو كان بيحرض الجمهور على اساءه اهل اللاعب، كان بيحرض الجمهور على ان هو يغلطوا في اللاعب في المدرجات، كان بيحرض الجمهور على اللاعب، هو ذات نفسه طلع وانتقد اللاعب. ازاي هيسلم عليه؟ هل انت قابل ان شخص ما ايا كان هو مين يطلع ويتكلم على اهلك ويتكلم على اسرتك وتطلع ان انت تشوفه وتسلم عليه؟ دي حاجه انا شايفها حاجه عاديه جدا. طبعا في ناس من الزمالك هتطلع وتقول لك لا ده المفروض ان زيزو يتعاقب. طبعا الزمالك كان في الامارات السوبر اللي فات ان عندك عبد الواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي عمل مشكله لا، الفرق بين دي وبين دي فرق كبير جدا. احمد السيد زيزو ما اتخانقش مع الجمهور، ما اتخانقش مع الامن، ما عملش مشكله، ما عملش فضيحه. احمد السيد زيزو هشام نصر ده شخص هو انتقد اهله واساء لوالد احمد السيد زيزو، عشان كده هو ما سلمش عليه. حاجه طبيعيه جدا لما تشوف شخص هو مش حبك بينتقدك، بيغلط في والدك وبيغلط في اسرتك، فانت في الطبيعي ان انت مش هتسلم عليه. ودي حاجه انا من وجهه نظري حاجه طبيعيه جدا. طبعا زي ما قلنا هدف بن شرقي وهدف مروان عطيه من اسيست طبعا طاهر محمد طاهر، وهدف بن شرقي من اسيست مين؟ احمد السيد زيزو. طبعا السوبر امبارح احمد السيد زيزو، وده سيناريو احنا متعودين عليه بن شرقي، لان
بن شرقي واحمد سيد زيزو، لان زي ما جبنا زيزو والناس كانت بتقول على زيزو مش كويس، لا انا كل اللي انا محتاجه من زيزو في الملعب ان هو يأدي لي، يديني اسيستات ويقدر يضيف في الملعب، وده اللي بيعمله زيزو ومركز في الملعب. ياستروب بقى، نيجي لياستروب. ياستروب طبعا بدأ بالتشكيله كويسه جدا جدا جدا، ان هو يقدر يحط محمد اليو ديانج، مروان عطيه، واحد يلعب 8 واحد يلعب 6، وقدامهم على طول اشرف بن شرقي او تريزيجيه، الاثنين بيميلوا على بعض. بالنسبه لاشرف بن شرقي وزيزو وتريزيجيه الثلاثه كان عاملين مشكله. لا مدرب نادي الزمالك احمد عبد الرؤوف كنت مره تلاقي تريزيجيه يمين، مره تلاقي تريزيجيه شمال، نفس الكلام بن شرقي واحمد سيد زيزو كان بيتحركوا في الهاف اليمين والهاف الشمال، ما كانش ثابتين على حاجه، وده اللي بيعمله ياسر ان هو يضغط على الخصم ويقدر يشتت الخصم في التمركز اللعيبه، وعملوا الخصم عمل ضغط عالي امبارح ياسر، وده يعني خلى ان هو يتفوق امبارح ويبقى ياخد السوبر المصري. وبصراحه اداء كويس وبدايه مبشره ان هو مدرب كويس وعنده فكر، لسه لما الصفقات اللي تيجي والصفقات اللي هيحتاجها ده هيبدا يعلى مع ولدي النادي الاهلي. نيجي بقى لتقييم لعيبه النادي الاهلي. بالنسبه لي طبعا محمد الشناوي، محمد الشناوي 4 من 10. طبعا الهدف اللي جه للنادي الاهلي، نادي الزمالك قصدي، طبعا لمسه يد من سيف الجزيري، طلعت الشناوي كانت غلط 4 من 10. محمد هاني 5 من 10. ياسر ابراهيم 6 من 10. ياسين مرعي 6 من 10. احمد نبيل كوكا 4 من 10. يعني حاجه كانت كويسه برده، بس ايه لما نزل اخوان قلبنا قدر ان هو يضغط عليه كويس وما قدرش يحارب 4 من 10. نيجي لمروان عطيه 9 من 10. مروان عطيه بصراحه 9 من 10 ممتاز جدا. اليو ديانج 9 من 10. الاثنين كانوا عاملين اداء في نص الملعب كويس وممتاز وضغط على الخصم، حاجه كويسه جدا. تريزيجيه 6 من 10. نيجي لاحمد السيد زيزو. احمد السيد زيزو امبارح كان يعتبر من رجل المباراه، وهو يستاهل رجل المباراه بالنسبه لي 10 من 10. عمل كل حاجه في الماتش امبارح، اسيستات، كان بيضغط، كان بيتحرك اكتر من لمس اللعيبه، اكتر من لمس الكوره امبارح كان هو. احمد السيد زيزو 10 من 10. بن شرقي 9 من 10 امبارح. نيجي جراديشار ما حسيتش بوجوده، يعني كان وجوده ما كانش مسيطر قوي 4 من 10. نيجي بقى للتبديلات. طاهر محمد طاهر 6 من 10 بصراحه. الوقت اللي نزله عمل اداء وكان بيتحرك في كل ناحيه في الملعب، والاسيست اللي عمله مروان عطيه 6 من 10. نيجي لمحمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان امبارح في الوقت اللي نزله 4 من 10، ما خدش وقت كبير. برضو مين بيكهام برضو ما خدش وقت كبير في التقييم 2 من 10. ده بالنسبه لتقييم لاعيبه النادي الاهلي واداء النادي الاهلي امبارح في المباراه، حاجه كويسه جدا، بدايه مبشره. الف مبروك للنادي الاهلي بالتوفيق في البطولات اللي جايه، في بطوله افريقيا وفي الماتشات اللي جايه كلها. الف مبروك للنادي الاهلي. اهم حاجه اعمل اشتراك للقناه واعمل اللايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنونا في فيديو جديد واخبار